تفتكر إيه أسوأ حاجة ممكن تصحى عليها؟ إنك تكون فقدت ذكرياتك كلها وتكتشف إن كل الناس حواليك بيخبوا عنك حاجة. بس الكارثة الحقيقية لما تكتشف إنك ما كنتش شخص عادي أصلاً. صحيت وأنا حاسس بتقل في دماغي. فتحت عيني لقيت سقف مش متعود عليه. قمت بالعافية وأنا مش فاكر حتى أنا اسمي إيه. بصيت حواليا، أوضة قديمة ريحتها تراب ودوا. على الكومود لقيت ورقة مكتوب فيها: لو صحيت ما تخرجش من الأوضة. أنا مين؟ إيه اللي جابني هنا؟ خرجت والبيت كان فاضي، بس حسيت إني متراقب. بمجرد ما فتحت باب الشارع، واحد جاري صرخ وهو شايفني: انت رجعت؟ ازاي؟ والناس بدأت تتجمع، ونظراتهم كلها خوف، مش مني، من اللي كنت عليه. واحدة ست كبيرة قربت مني وقالت لي: انت كنت السبب في اللي حصل لابني. أنا؟ أنا مش فاكر حتى أنا كنت مين. بس لما مسكت موبايل قديم كان معايا، فتحت الكاميرا ولقيت فيديو مسجل بصوتي. لو بتسمعني دلوقتي فاعرف إنك ما كنتش إنسان، كنت حاجة تانية. أنا مشيت، سبت البلد دي كلها ورايا، بس في كل مراية ببص فيها بحس إن اللي بيبصلي مش أنا. أنا مين؟ وليه كل كان مرعوب مني؟ السؤال الحقيقي: هل فعلا فقدت الذاكرة؟ ولا كنت بهرب من الحقيقة؟ ولو لسه بتسأل أنا مين، استنى الفيديو الجاي، في أول خيط من الحقيقة. بس بحذرك.